قامت عناصر الجمارك المكلفة بمراقبة السيارات بالمعبر الحدودي لباب سبتة المحتلة خلال وقت متأخر من ليلة أمس الاثنين بالحجز على كميات من المجوهرات والحلي والفضية. وحسب ما أوردته مصادر مطلعة، فإن شخصاً كان يحاول تهريب الكمية المضبوطة من المجوهرات إلى المغرب عبر المعبر الحدودي. وذكرت المصادر أنه تم ضبط الحلي المهربة إثر عملية مشتركة مع العناصر الأمنية التي تعمل بالمعبر الحدودي لسبتة السليبة. وأبرزت أنه جرى العثور على هذه المجوهرات وهي مخبأة داخل سيارة مواطن مغربي يقيم بالثغر المحتل، حيث كان ينوي إدخالها بشكل غير مشروع إلى تراب المملكة. ووفقاً للمصادر، فإن هذه العملية بدأت حينما حامت الشكوك حول سائق سيارة تحمل لوحة ترقيم إسبانية له سوابق في مجال التهريب، ليتم تفتيش سيارته بكيفية يدوية دقيقة. وأدت عملية التفتيش التي أجريت للسيارة المذكورة إلى ضبط أنواع مختلفة الحلي بلغ وزنها الإجمالي 50 كيلوغراما. هذا وقد أحيل سائق السيارة الموقوف على الشرطة القضائية بمدينة تطوان من أجل استكمال البحث معه، وذلك بإشراف من النيابة العامة بنفس المدينة.